لو أقول لكم إن الكوباية اللي أنتم شايفينها قدامكم اللي تبان كيوت وسهلة دي تعبتني وخدت مني مجهود أكتر من إن أنا أعمل خروف محشي ورق عنب في الفرن. أنتم متخيلين؟ كل سنة على شهر 12 كده بالذات ألاقي فيديوهات كتير قوي عن الشوكليت بوم وقررت أعملها. إيه يعني لما أعملها شوكولاتة خام وأسيحها وأعملها شكل إيه يعني إيه المشكلة يعني؟ المهم رحت جبت الشوكولاتة الخام قطعتين حلوين وسيحتهم وعملتهم. أنا بعمل حاجات أعظم من كده بكتير يعني. دي مش هتقف في طريقي. المهم جبتها وسيّحتها زي ما أنتم شايفين كده، ادّوا الميكروويف وقعدت كده أقلّبها. رُحت جِبت قوالب، بس القوالب دي طلعت ده أول حاجة طبعًا، طلعت للإستر، طلعت لشم النسيم، بس هل ده وقّفني؟ لأ، عادي هي chocolate bomb أي حاجة مدوّرة وخلاص مش مشكلة يعني. ده بعد أمّا روّحت البيت اكتشفت إن دي بيض شم النسيم. المهم حطيت فيها الشوكولاتة ووزّعتها بالشكل ده وحاجة كده كويسة ومحترمة، وبدأت كده أحطها يعني أضربها ضربتين عشان الشوكولاتة بتاعتي تاخد الشكل الحلو بتاع يعني البيضة يعني، وبقت بالشكل ده وهتعمل إيه دلوقتي، هنحطها في التلاجة أو الفريزر عشان تتجمد، الموضوع سهل وبسيط، ما فيش أي مشكلة ولا أي عقد. جيت بقى عشان أطلّعها لقيتني عملت طبقة رقيقة جدًا من الشوكولاتة، فكانت هتتكسر، ده تاني حاجة. بدأت كده أزوّد حتّة شوكولاتة من جوّه، وبقت بالشكل ده من جوّه، قُلت مش مشكلة، من برّه كويس، من جوّه يعني مش هتفرق معانا، كده هتسيح. حطيت بقى المارشميلو، وحطيت معلقة كده صغيّرة مليانة من الكاكاو، وجيت علشان أقفلهم لقيت الصدمة التالتة، إن الاتنين أصلًا مش قد بعض ومش شكل بعض. هل ده يوقّفني؟ برضه لأ، مش أنا. جِبت بقى وطلّعت الفنان اللي جوّايا والنحّات والرسّام، وبدأت إن أنا أجيب الشوكولاتة السايحة وأقفل وأقفل الفراغات، أنا مش عارفة ليه عملت كده وعذّبت نَفْسي يعني. بس بدأت قُلت مش هايأس، لأ مش هينفع أيأس خالص يا فاطمة، أنتِ عملتِ حاجات أفظع من كده بكتير، مش حتّة شوكولاتة هي اللي هتوقّفِك. ورمّمتها وبدأت إن هي والله تنجح، وبدأت الموضوع أشوف نتيجته. بس للأسف كان في مشكلة كبيرة أو مش مشكلة حاجة cute والله، إن البيضة ما بقِتش بيضة شم النسيم، هي بقت هتشوفوا دلوقتي شكل دولفين، بقت دولفين أهي، والله بقت سمكة. سمكة دولفين cute ولذيذة. جِبت الكوباية بتاعتي واللبن السخن ويا جماعة أخيرًا إحنا نجحنا. بُصّوا هتفرقع والله زي ما بتطلع كده في كان نِفْسي أطلّعها بشكل طبعًا يكون أنمق من كده شوية، بس نجحنا في الآخر والمارشميلو طلع والchocolate طلعت على الوش وكان خطير، طعمه يجنن. هو يستاهل بس يعني إيه، مجهود over عليّا، لإن أنا مش عارفة إيه يعني الغلط كان فيّا والّا في بيضة شم النسيم، أنا مش عارفة الحقيقة، بس هو كان طعمه يجنن والمارشميلو كده ساح مع اللبن السخن كان طعمه خطير. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أضمنها لكم لو جربتوه هتدمنوه.